وزير الخارجية الإسباني مسح الأرض مجددا بالنظام الجزائري وبالبوليساريو، قدرتان بحجرة واحدة. Como él considere. ¿Por qué este giro de posición? No hay ningún giro de posición. Hay el deseo de que una situación que está encallada desde hace 50 años no dure 50 años más. Y a mí me parece una enorme irresponsabilidad que alguien se siente sobre unos supuestos principios para mantener congelado, ¿qué? ¿100 años? ¿200? ¿Un siglo? ¿2 siglos? ¿Una situación como esta? ركز للأخير حتى تفهم خطورة تصريحات وزير الخارجية الإسباني الباريس التي بطبيعة الحال هزت أركان النظام الجزائري والبوليساريو، اللي أصدر بيان في الساعات الأخيرة يتباكى بسبب هذه التصريحات في إذاعة إسبانية. بطبيعة الحال ربما نعود إلى أيام من قبل أو ساعات، يعني كان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أطلق نداء يتوسل فيه البرلمان الإسباني والبرلمانيين الإسبان أنهم يغيروا موقفهم من قضية الصحراء بعد دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما جعل النظام الجزائري في 2022 يفتعل أزمة مع إسبانيا. تبون قال لك يا اما حكومه سانشيز تسقط يا اما اسبانيا تغير موقفها او لا عوده للعلاقات، لكن النظام لا وزن له بلا مواقف، ركع ورضخ كما رضخ في الايام الاخيره مع فرنسا وصار ما يتكلمش على قضيه اعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء. النظام الجزائري عاد العلاقات، واليوم راهو يتغنى بقضيه العلاقات الجيده مع اسبانيا، لكن هذا دون يعني انتظار بأن وزير الخارجيه الاسباني سيوجه صفعه دون اعطاء اي قيمه للنظام الجزائري ودون الحديث على ميليشيات البوليساريو التي لا تساوي شيئا وليس لها اهميه بحكم أن الراعي الرسمي لها هو النظام الجزائري. تصريح وزير الخارجية الإسباني كان فيه أولا بطبيعة الحال القول بأنه موقف إسبانيا لم يتغير من قضية الصحراء، وبأنه إسبانيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية. هذا رقم واحد، وهو الشيء اللي أثار حفيظة النظام الجزائري وخلاه يدخل في حالة هستيرية في 2022. ثانيا الباريس وزير الخارجية الإسباني بطبيعة الحال هاجم الأطراف التي تعرقل الوصول إلى حل، والتي أبقت هذه القضية منذ 50 سنة مجمدة، وقال لك الآن الباريس ثالثا هل سنبقى 50 سنة قرنين من الزمن والأمور متوقفة بهذا الشكل؟ هذا من أجل القول بأن إسبانيا بطبيعة الحال تستعد للمضي قدما، معناتها لن يكون هناك تراجع إلى الخلف، بل على الأرجح سيكون التحاق بالموقف الفرنسي اللي هو أبعد من الموقف الإسباني بالاعتراف بمغربية الصحراء. لكن هنا أنت تقول هذه القضية أصلا لا ناقة للجزائر ولا جمال فيها، ورغم ذلك النظام الجزائري افتعل بسببها أزمة في 2022 مع إسبانيا خرج منها خاسر، وافتعل بسببها أزمة مع فرنسا في الصائفة الماضية وخرج منها خاسر وبإهانة كبرى وبفضائح تاريخية. كوارث النظام لا تتوقف، ومن يعني يدفع الثمن هم الشعب الجزائري بتوقيف الاستيراد مرة من إسبانيا، بأنه الآن فرنسا تشدد في الإجراءات فيما يخص المواطنين الجزائريين، تقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين وتجعلها ورقة ضغط مع الجزائر، لأنه النظام افتعل أزمة في قضية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، وزاد أساء لصورة الجزائر لأنه خرجنا خاسرين بكل المقاييس من هذه القضية. هذا هو النظام الجزائري القادم والذي لا تضاهي قدرته إلا قدرة ميليشيات البوليساريو، والله المستعان دائما.